احنا في فندق الباتروس بلو سبا. الفندق هنا طبعا مثالي للعرسان، الناس اللي عايزه فعلا تقضي شهر عسل في مكان حلو شيك راقي، هيعجبهم جدا كل حاجه وكل تفصيله موجوده في الفندق. الفندق هادي، هو هادي وفي اكتيفيتي الصبح وبالليل، فانت عمرك ما تزهق من الفندق. الفندق هنا فيه لونين بس، ابيض وازرق، فطول ما انت ماشي في الفندق عينك مرتاحه جدا مع الالوان اللي موجوده هنا. وفي نفس الوقت كمان الفندق كله عباره عن حرف يو، فحمامات السباحه من اول الفندق لاخر الفندق، فكل الغرف تقريبا بتكون الفيو بتاعها دايركت على حمام السباحه. ميزه الفندق هنا ان كل حاجه تقريبا حواليك، حمامات السباحه جنب الغرف، جنب المطاعم، جنب البحر. وده بقى البول الاندور، وده بيكون شغال يوميا من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 10 او 11 بالليل، وبيكون فيه 4 جاكوزي مجانا لكل النزلاء. وصلنا دلوقتي للغرف البريميوم، ودي تاني كاتيجوري موجود في الفندق. طبعا اي حد بيحجز الغرفه البريميوم دي بيستفاد ان هو بيكون ليه 30 دقيقه في الساونا والجاكوزي والسبا مجانا. حجم الغرفه زي ما انتم شايفين بيكون حجم كبير نسبيا، وكمان كل الغرف البريميوم بتكون موجوده في الدور الرابع والدور الخامس، فالفيوهات بتاعتها بشكل عام بتكون احسن بكتير من الغرف الديلوكس. طبعا الفيو هنا جامد جدا جدا جدا، انت شايف البولز اللي في الفندق كله تقريبا، وشايف البحر هنا كمان بشكل مباشر. بالنسبه للبحر هنا بقى فالشط رملي ممهد جدا، الناس اللي بتحب تعوم من على الشط هيعجبها قوي البحر هنا، مفيش بقى لا صخور ولا في شعب ولا في اي حاجه من الحاجات دي. نظام الاقامه هنا هو الترا اول انكلوسيف. الترا اول انكلوسيف يعني فطار غدا عشاء مشروبات سناكس، تقريبا 24 ساعه طول اليوم في اكل وشرب في الفندق من مطعم للتاني. وكمان بالنسبه للمطاعم احنا عندنا هنا 4 مطاعم بيقدموا عشاء، تقدر تختار منهم المطعم اللي انت عايزه كل يوم. اول مطعم هنا هو مطعم الفريدو، وده مطعم بيقدم فطار وغدا عشاء طول اليوم اوبن بوفيه، ولكن العشاء بالتحديد في الفريدو بيتميز ان هو بيقدم اكل ايطالي، فهتلاقي تنوع كبير قوي 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 في العشاء بالذات كل يوم. تاني مطعم هنا هو مطعم كولينا. كولينا ده مطعم اورينتال وسي فود، فبيقدم يوميا لكل النزلاء اوبن بوفيه شرقي وكمان اوبن بوفيه سي فود. في ناس كتير جدا لما بتروح فنادق بتبقى قلقانه لان السي فود بيكون في ايام محدده بس، او بيكون مطعم الا كارت برسوم اضافيه، لكن هنا في بلو سبا مفيش الكلام ده، انت يوميا عندك اوبن بوفيه شرقي وكمان سي فود. المطعم الثالث هنا هو البلو لاونج. البلو لاونج هو مطعم متخصص في الاكل الاسيوي، يوميا الناس اللي بتحب الاكل الصيني الاكل الهندي في كل يوم اوبن بوفيه اكل كتير جدا متنوع من مطاعم مختلفه. الناس اللي بتحب الاكل الاسيوي قوي هيعجبك جدا المطعم هنا. المطعم الرابع هنا هو الجولدن لاونج. الجولدن لاونج هو موجود بنظام الالا كارت، فانت لازم عشان تقدر تحجز في المطعم هنا لازم تحجز قبلها بيوم، هو بيكون بنظام الانترناشونال سيت منيو. هنقدر نقول ان بلو سبا هو منتجع صحي متكامل، لان في اكبر سبا موجوده على مستوى الغردقه كلها. لو انتوا عرسان وعايزين تقضوا اجازه في مكان مثالي، بلو سبا هيكون اختيار ممتاز بالنسبه لكم.